النصر يفتح أبوابه لضم سواريز. الهلال يخطف المعز علي. حمد الله يكشف سبب إشارته لآل معمر. حقيقة غياب سلمان الفرج عن المونديال. الاتحاد يكشف الطقم الأساسي للنمور. السلام عليكم جماهير الكرة السعودية، وأهلا بكم في نشرة جديدة من قناة كرة سعودية. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. ننتقل الآن من العناوين إلى تفاصيل النشرة. تسيطر حالة من الرعب على منسوبي منتخب السعودية بعد تعرض سلمان الفرج قائد الأخضر للإصابة خلال المواجهة الودية أمام أيسلندا ضمن الاستعدادات لكأس العالم. وتعرض سلمان الفرج قائد الأخضر لتدخل عنيف من جانب أحد لاعبي أيسلندا ليسقط على كتفه، ويتدخل الجهاز الطبي من أجل تقديم العلاج اللازم. ولم يستكمل الفرج المباراة حيث خضع لفحص طبي بالأشعة داخل إحدى المستشفيات على موضع إصابته في الكتف وتحديد مدة غيابه المنتظرة. وذكرت صحيفة رياضيا الجهاز الطبي بالمنتخب ينتظر نتائج فحوصات الفرج التي أجراها بواسطة أشعة الرنين المغناطيسي في إحدى مستشفيات أبو ظبي. وأظهرت الفحوص الطبية المبدئية إصابة سلمان الفرج بكدمة في الكتف، بينما فضل الجهاز الطبي إجراء فحص دقيق بواسطة الرنين من أجل التأكد من التشخيص النهائي. وفي أول تعليق لقائد الصقور أعرب سلمان الفرج قائد المنتخب الوطني عن أمنياته بأن تكون إصابته خفيفة ولا تحرمه الدفاع عن قميص الأخضر بكأس العالم 2022. ونشر سلمان الفرج عبر حسابه الرسمي على موقع الصور انستغرام صورة بملامح حزينة مع تعليق: الله يسلمكم جميعا ويا رب تكون إصابتي بسيطة إن شاء الله. ويعد متوسط الميدان سلمان الفرج صاحب 33 عاما أحد أبرز اللاعبين في كرة القدم السعودية، ويحمل شارة قيادة الأخضر فضلا عن خبراته ومهاراته في قيادة وسط ملعب الصقور. وجاءت ردود أفعال الشارع الرياضي السعودي متباينة عبر هاشتاج سلمان الفرج بين جماهير الغريمين الهلال والنصر. ووجهت الغالبية العظمى دعواتها بسرعة تعافي قائد الأخضر وعودته للدفاع عن قميص المنتخب بمونديال قطر. وعلى الجانب الآخر طالب البعض بالتركيز على تعويض اللاعب خاصة مع اقتراب انطلاق البطولة. من جهته انتقد يوسف خميس نجم نادي النصر السابق أداء سلمان الفرج أمام أيسلندا، وقال: سلمان الفرج يمشي بالكرة كثيرا ويستحوذ عليها، وهذه مشكلة حيث أنه دائما يكون عرضة للاحتكاك، وهذا غير جيد لكبر سنه وضعف تكوين جسده. وأكمل: الفرج أصبح لاعب قابل للإصابة في أي شيء خاصة في مرحلة السن، ويجب أن يستلم الكرة ووجهه يكون نحو ملعب الخصم ويتلاشى الاحتكاك حتى لا يصاب. كشف المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد كواليس إشارته الشهيرة لرئيس النصر إمسال آل معمر في نهاية مباراة الاتحاد والنصر مع نهاية الموسم الماضي. وتم فسخ العقد المبرم بين حمد الله ونادي النصر من قبل إدارة إمسال آل معمر لأسباب وصفتها بالتأديبية. وانتقل حمد الله صاحب 31 عاما إلى الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة انتقال حر بعقد لمدة موسم ونصف الموسم. وخلال ظهوره ببرنامج أكشن مع وليد، قال حمد الله إن إشارته لمسال آل معمر كانت عقب فوز الاتحاد على النصر ب3 أهداف دون مقابل، حيث كان يقف رئيس النصر وحيدا. وأوضح: قلت له الميدان يا حميدان، وهي سالفة قديمة وخرجت بطريقة عفوية ولم أقصد الإساءة لرئيس النصر. وواصل: عندما كنت لاعبا للنصر في دوري أبطال آسيا وخسرنا تحدث معي وقال الميدان يا حميدان وكانه يقصدني، وعندما أتيت للاتحاد وسجلت أمامه ذكرته وقلت له الميدان يا حميدان. وأكد النجم المغربي أنه يشعر بالراحة كثيرا مع زملائه والجهاز الفني والإدارة وكذلك الجمهور الاتحادي الذي يشجعه، مبينا أن إدارة الاتحاد تتعامل مع اللاعبين مثل الإخوة. وأضاف أنه قادر على تحمل 10 عواصف وليس عاصفة صحراء واحدة، ردا على حملات الانتقاد خلال الشهور ال10 الماضية. بينما أكد أن أنمار الحائلي يتواجد دائما مع اللاعبين في المباريات والمعسكرات وكل شيء، مبينا أنه يشعر بالراحة مع الإدارة التي تتعامل معهم كأخوة دون فروق. وحول مصيره مع الاتحاد قال حمد الله: قلت لأخي أنمار الحائلي رئيس الاتحاد: خذوا عقدي وافعلوا ما شئتم، الأهم أني مرتاح وأركز حاليا على تحقيق الألقاب، ثم ستكون الأولوية لتجديد عقدي مع الاتحاد. وأضاف: علاقتي مع النصر انتهت في نوفمبر 2021 ولا أعتقد أني قد أعود إلى النصر، ليس لشيء ما، ولكني أشعر أني أعطيت كل ما لدي للنصر ولن أستطيع أن أعطي أكثر.
لقد فعلت مع النصر أشياء كثيرة ستظل في تاريخ الكروي، وأحترم النصر وجماهيره وأحترم الكيان وأتمنى لهم التوفيق. وشارك حمد الله هذا الموسم مع الاتحاد في 6 مباريات، سجل خلالها 4 أهداف، وتبلغ القيمة السوقية للاعب 3.2 مليون يورو بحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي. أثار اللاعب القطري المعز علي الجدل في الشارع الرياضي السعودي قبل انطلاق كأس العالم، وأعرب مهاجم منتخب قطر ونادي الدحيل عن إعجابه الشديد بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين. وقال المعز في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: الدوري السعودي للمحترفين الأفضل في القارة الآسيوية، مسابقة تتمتع بجماهيرية كبيرة واهتمام إعلامي ضخم. وأشار هداف كأس آسيا 2019 إلى أن الهلال هو النادي الذي يجذبه في المملكة، وارتبط اسم المعز علي في وقت سابق بالانتقال إلى الهلال الذي يبحث عن مهاجم مع اقتراب رحيل النيجيري أوديون إيغالو في صيف العام 2023. ولمع اسم نجم كرة القدم القطري المعز علي في نهائيات كأس آسيا التي استضافتها الإمارات في يناير كانون الثاني عام 2019، ورغم صغر سنه 26 عاما يبدو قريبا من الوصول إلى صدارة هدافي العنابي على مر التاريخ. وحفر المعز اسمه في تاريخ كرة القدم الآسيوية، ليس لاعتباره هدافا لكأس آسيا 2019 فقط برصيد 9 أهداف، بل إنه كسر أيضا رقم المهاجم الإيراني العملاق علي دائي الذي أحرز 8 أهداف في نسخة العام 1996 التي أقيمت في الإمارات أيضا. ومنذ ذلك الحين بات المعز علي تحت المجهر من الإعلام وجماهير المنتخب القطري في كل موعد رسمي أو ودي للمنتخب الذي ينتظر تألقه وزملائه في مونديال 2022 الذي يقام للمرة الأولى في المنطقة العربية. ودفع المعز علي عن قميص منتخب قطر في 82 مباراة دولية، سجل خلالها 39 هدفا، وضعته في المركز الثاني على عرش هدافي العنابي التاريخيين. ولا يفصل المعز علي عن صدارة هدافي منتخب قطر سوى هدف واحد، إذ يتصدر القائمة في الوقت الراهن المهاجم سيباستيان سوريا الذي سجل 40 هدفا في 123 مباراة دولية، بينما جاءت أهداف المعز في 82 مباراة. ودع نجم الكرة العالمية لويس سواريز فريقه المحلي بالأوروغواي نادي ناسيونال مونديفيديو بعد مسيرة قصيرة مع الفريق ليحقق حلمه بالعودة لنادي الطفولة قبل نهاية مسيرته الكروية. ورحل سواريز عن أتلتيكو مدريد الإسباني ليذهب إلى الفريق الأوروغواياني بعد مسيرة كروية طويلة ناجحة ليصبح حاليا لاعبا حرا. وأصبح سواريز لاعبا حرا في الوقت الحالي ليصبح النصر أمام فرصة ذهبية للحصول على خدمات نجم ليفربول وبرشلونة سابقا في يناير المقبل. وما زال صاحب 35 عاما قادرا على العطاء وتسجيل الأهداف في ظل معاناة النصر في الأسابيع الأولى من مسابقة الدوري مع ضعف الخط الهجومي، وخاصة مع هبوط مستوى فينسنت أبو بكر. ويحتاج النصر إلى تعديل الأوضاع في سوق انتقالات يناير المقبل والبحث عن العناصر القادرة على دعم تشكيل رودي غارسيا المدير الفني للفريق من أجل المنافسة على اللقب هذا الموسم. كشف نادي الاتحاد عن الطقم الأساسي لفريق كرة القدم خلال موسم 2022-2023، ونشر نادي الاتحاد صورة لنجوم العميد. وفي الواجهة المدافع المصري أحمد حجازي مرتدين القمصان الجديدة لموسم 2022-2023 برعاية شركة نايكي الرياضية. وقرر مجلس إدارة الاتحاد برئاسة مار الحائلي التعاقد رسميا مع شركة نايكي في الشرق الأوسط لتزويد النادي بالملابس الرياضية الخاصة بجميع فرق النادي في مختلف الألعاب والفئات السنية. وجاء ذلك عقب قرار إدارة نادي الاتحاد بإلغاء العقد المبرم مع شركة إيريا للملابس الرياضية وممثلها المحلي بشكل رسمي ونهائي لعدم التزام الشركة ببنود العقد في توريد الملابس الرياضية لفرق النادي في الأوقات المحددة.